قاعد انا وصديقي الاجلي على القهوه بنتكلم كالعاده في مين احسن دوري، وكل واحد فينا مندمج قوي في الكلام. سمعنا من بعيد صوت خنازير، ما تمناش وكملنا كلام عادي، وبعدين سمعنا الصوت تاني برضه صوت خنازير، ما كناش عارفين مصدره الحقيقه، لكن قشطه يعني مكملين، مش هنشغل بالنا بخنازير يعني. وبعدين كل واحد فينا روح بيته، وبعد ما خلاص روحنا لقيته بيتصل بيا تاني وبيقول لي عاوزك في اسرع وقت ممكن دلوقتي. فهمت اننا لسه مروحين وانا لسه ورايا شغل وفيديوهات وكده. لقيته بيقول لي كلمه السر: الكرتموزو بيسلم عليك. وقتها بس عرفت ان الموضوع خطير ومهم. قلت له لا انا جاي لك دلوقتي حالا، وبالفعل لبست ونزلت تاني، والحمد لله كان في مواصلات لعنده الحمد لله، وبالفعل اتقابلنا. وريت له الشعار عشان يطمن، وفهمت منه ايه هو صوت الخنازير اللي سمعناه على القهوه، وشرح لي كل حاجه في الموضوع، واداني السكريبت ده وقال لي مش هوصيك. قلت له عيب. وانا راجع اعتقد فهمتوا اللي حصل، فقررت اركن رحله العوده واقعد في قهوه في محطه الرمل واكتب الحلقه الحلوه دي، ويلا بينا كفايه رغي قوي كده. بعد خروج منتخب فلسطين الشقيق من اسيا اللي فاتت، الخنازير قعدوا يضحكوا عليهم وقالوا ان ده اكبر انجاز ليهم، في حين ان احنا كخنازير معانا البطوله سنه 1964 وانها بطوله كانت صعبه كيك. قام الاجلي فرع فلسطين بص لهم كده وتحسس مناخيره، لكنه غير رايه في اخر لحظه وقرر يستخدم القلم احسن. لا 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 مش هيعاركهم، هيكتب حاجه، وقرر يدور في البطوله دي، وبالفعل بدا. الاتحاد الاسيوي كان شايف ان عرب اسيا والدول المسلمه رافضين يلعبوا الخنازير سواء انديه او منتخبات، فالاتحاد الاسيوي قرر انه يدي للخنازير استضافه نسخه سنه 1964 على الاراضي المحتله عشان يجبروا العرب يروحوا هناك ويبقى بينهم عيش وملح ويعيشوا في تبات ونبات ويخلفوا جزم وكوتشيات. معلومه كده على الماشي، استراليا ما كانتش لسه تبع الاتحاد الاسيوي لكره القدم، انضمت في 2005. قبل كده كانوا عاملين خرابه كده عباره عن اتحاد كوره على ما تفرق بينهم وبين نيوزيلندا، حاجه كده زي حجزك انت وصاحبك في ملعب ليفربول اللي في اول شارع 45. المهم خطه الاتحاد الاسيوي فشلت فشل ذريع، حتى ايران رفضت، اللي كانت فرقها بتلعبهم بالمناسبه كل فين وفين عشان يكسروا عظمهم، لكن في النهايه رفضت، وكده ما بقاش في حد والبطوله ممكن تتلغي. فهنعمل ايه؟ البطوله بالفعل اتعملت من 6 مجموعات، كلهم انت هتشوفهم قدامك اهو، ما شاء الله مجموعات موت زي ما انت شايف، والبطوله كانت صعب جدا نتوقع مين اللي هيكسبها. البطوله ده يا جماعه كانوا بيقولوا عليها كانت اصعب من كونفدراليه 2015 لو تفتكروها، وسبحان الله تحصل المفاجاه واللي تاهلوا هم الخنازير والهند وكوريا الجنوبيه وهونج كونج. المهم نوصل لدور ال16 وبعده ال8 وبعده نص النهائي وبعد كده النهائي. انت صدقت ولا ايه؟ هي مجموعه واحده واللي هيصدرها يبقى كسب البطوله وخلاص. طبعا اللي صدروها هم الخنازير. بالمناسبه منتخب الخنازير كانوا لامين شويه لعيبه عنب من فضلات اوروبا زي مردخاي شبيجل، لعيبه خبره ومتاسسين صح في بلادهم الاصليه، فكان لازم طبعا يكون منتخب صعب على فرق مركز شباب السيوف الثانيه اللي انت شفتها. تعال بقى للضحك، الاتحاد الهندي بيعتبر البطوله دي تاريخيه، ولما تيجي تساله عن اكبر انجاز للكره الهنديه يقول لك وصيف 64 وعندهم هداف كمان اسمه جوسوامي. طب ده عمل ايه؟ جاب كام جول مثلا؟ بيقول لك جاب 2. يا راجل ده وانا في اعدادي جبت اكتر من كده. طبعا ده بعيدا عن ان الهند ما شاء الله الترتيب الاخير في اي بطوله بيدخلوها. في النهايه الاتحاد الاسيوي يهمه مصلحته ان البطوله تتعمل وما يتأيدش انها توقفت. الخنازير مصلحتهم ان هم عاوزين اي انجاز وهمي يتسجل باسمهم، حتى لو على سبيل الضحك اللي انت سمعته اللي فات ده. 95% من القاره رفضوا الضحك ده، ولكن كله يهون عشان خاطر خنزور وجماعته. الضحك يتأيد عادي جدا. يلا سلام.